مرحبا. أه بدي أقول أنا آسف، صار لي شي 10 أيام ما نزلت شي. كنت مشغول كتير، بس ماني عرفان إذا حدا أصلا مهتم أو منتبه إنه أنا ما نزلت شي. امبارح سجلت هذا الفيديو وعملت له بوست على اليوتيوب على نص الليل عنا، الساعة 4 الصبح لما فقت محيته بعد ما قريت بعض التطورات اللي صارت. فهي بنعيدها من أول وجديد. هذا الحكي على مدى ال10 أيام اللي مضوا. شغلات برأيي الشخصي لازم ينحكى فيها. أه أول وحدة رح بلش بموضوع شخصي. انتبهت انه في حدا حاطط ديسلايك على شي من الفيديوهات تبعوني. حد حقك، بس يا ريت تكتب لي بالتعليقات شو اللي مو عاجبك. خلينا نتناقش، حرية التعبير. آه لا، ما تشيل الديسلايك، خليها. مو عاجبك الحكي حط ديسلايك، بس قل لي ليش. ثاني شغلة، الصور والفيديو تبع أحمد الشرع على الخيل، هاي الفرس السوداء تبع ماهر. في عالم قالت انه هذا AI، انه هيدا كله مو مزبوط، ما صار. فإذا هو AI اللي عمله، هاد شخص شبيح جديد من حباك جديد. شو ما بدنا نسميه نسميه، مو مهم. هالحركات بلاها. ما صدقنا امتى خلصنا من عبادة الفرد. كفاها الله. الشغلة الثانية، آه، شهادة النسب تبع السيد أحمد الشرع يلي عم بتدور على الإنترنت، نسبه لسيدنا محمد. يعني ما بعرف شو الفكرة. ما أنا أول زعيم عربي بيطلع عليه هيك شغلة. الفكرة من إنه ننشر هيك شغلات عبادة الفهد، عبادة الفرد أريد. كل زعيم عربي لازم يكون عنده نسب شريف مشان العالم تعبده وتألهه وتتقبل أي شيء بيعمله. الغلط ما له غلط. الغلط هذه هداية من الله. للشيء في المستقبل، هيك منبرر الغلط بصير. فرجاء بلاش الشغلات هي. بدنا رئيس ننتخبه، نحطه بالمكتب، يخلص المدة تبعه ويمشي. أو إذا ما خلص المدة تبعه نسقطه بانتخابات تانية، ننتخب حدا تاني بداله. ما بدنا شخص فوق مستوى البشرية. بدنا رئيس مثله مثلنا، بني آدم. لما بيغلط بيقول أنا غلطت، مو بيقول هي هداية إلهية، أنتوا ما دخلكم، أنتوا ما بتعرفوا. أنا اللي بعرف. أنا اللي بعرف شو منيح للبلد ومشانكم. أنتوا ما بتعرفوا، أنتوا مو شايفين. هي موضوع عبادة الفرد. نرجع لصور الخيل. حقه لأحمد الشرع أنه ياخد يوم يومين إجازة، يخفف الضغط النفسي عن حاله. هذا أمر طبيعي ولا غبار عليه. ما في ضرورة للصور إذا كانت الصور حقيقية.
أي شيء بيورجي إنه أنت عايش برفاهية زايدة والعالم جوعانة والوضع الاقتصادي كمان عم بيسوء أكتر من قبل، ما لا أي ضرورة. هي أول شغلة. دول شغلتين ثلاثة صاروا. يلي بعده، الجنازة اللي كانت امبارح بلبنان، صراحة مو حابب أحكي عليها. واحد عاش طول عمره تحت الأرض ومات تحت الأرض، وإيديه عليهم دم ليوم الدم. بدنا نشمت فيه بس ما لازم نشمت بالموت، لأنه كتير منا ماتوا من تحت راسه. فأحسن شيء إنه ما ينحكى عليه ولا ينجاب سيرته، خلص ينتسى. وراها صديقه النتن يلي مصرح امبارح إنه ما رح يسمح للجيش السوري بإنه ينتشر جنوب دمشق، ما رح يسمح لحدا يقرب على دروز. أنت مين طلب رأيك؟ القيادة الحالية بسوريا عم بيقولوا إنه هن ما بدهم حرب معكم، بدهم سلام بتوافق شعبي. برأيك إذا عم بتصعد يعني رح تحصل على التوافق الشعبي؟ بالعكس، هيك بتخسر الدعم الشعبي لفكرة سلام. ثانيا، الدروز بسوريا مانن بحاجة لحمايتك. سوريا ما فيها أقليات. فكرة الأقليات بسوريا هي إجت عبر التاريخ من الاحتلالات المتعاقبة ومن نظام بيت الأسد، هن اللي لعبوا هالورقة هي. الاحتلالات قبل لعبوا ورقة الأقليات لحتى يعطوا لحالهم سبب ليفوتوا على سوريا بحجة الدفاع عن الأقليات. بيت الأسد لعبوها على مبدأ فرغ تسد، نشوف هدوليك بدهم إياكم، بدهم الأرض تبعكم، ما بيعترفوا على وجودكم، ما بيآمنوا بدينكم. الدروز، الأكراد، المسيحيين، العلوية، عاشوا بسوريا عبر تاريخها. لو في أي مكون أكثرية حابب يتخلص كان من أي من هدول فيما مضى، كانوا ما انوجدوا لسه لهلا. أكبر نسبة هجرة للدروز، المسيحيين، والأكراد بتاريخ سوريا كانت خلال فترة حكم بيت الأسد والبعث. نسبة المكون المسيحي بسوريا انخفضت يمكن لحد النص خلال ال50 60 سنة هدول تبع بيت الأسد وحزب البعث.
ما كانوا الحاميين تبعهم، بالعكس كانوا مضطهدين الكل. في كاميراس تحت ايدهم، هدول الصبيان تبعهم، وخلصنا، الباقي كله مضطهد. حتى المقربين منهم هدول القراب كان ممكن التخلص منهم بأي لحظة، مثل ما عملوا محمود الزعبي، غازي كنعان، رستم غزالي، رامي مخلوف ابن خالته. يعني صحيح هذا ما روحه، بس حرام يعني، من واحد معه مدري كام مليار دولار تحت ايده، سوا يا دوب مليونير قاعد بالإقامة الجبرية ببيته كان، من حاكم سوريا الاقتصادي لا إقامة جبرية. ايه في مصاري، بس شو فكرة المصاري بعد هداك كله؟ شو بدها تعمل مصاري بقى؟ نرجع للنتن، ما حدا بحاجة حمايتك، نحن بنحمي بعض. آخر موضوع، مؤتمر الحوار الوطني، وهذا الموضوع اللي خلاني أغير كل الفيديو. امبارح كنت حاكي إنه في عالم كانت عم بتنق إنه في عالم تم دعوتهم للمشاركة بالحوار الوطني، آه، صبايا يوتيوبرز مدري على الانستغرام ولا ما بعرف شو، وتم اتهامهم بأنه صاحبات محتوى دعارة، إنه في غيرهم اللي حرروا لازم هن يكونوا مدعوين مو هدول. فكان تعليقي امبارح، المكون الإسلامي المحافظ موجود، انتوا عم بتدققوا على كام حدا من اللي انعزموا ومطنشين انه الغالبية هي مكون إسلامي محافظ. هي من طرف. من طرف ثاني، لما حدا بده يتهم بنت بأنه الشغلات اللي بتحطها على الإنترنت هي محتوى دعارة، إذا ما أنا مصورة فيلم من هدوليك ومحطوط على الإنترنت، يلي عم تعمله صار اسمه قذف، وهذا جريمة أكبر من الزنا يلي عم تتهمون فيها. هذا الحكي عيب وحرام. ما بنحكي على حدا بس لأنه نحن مو عاجبنا، أو حدا ما عنده الالتزام الديني اللي أنت برأيك لازم يكون. بدنا دولة حريات، كل بني آدم يعيش مثل ما بده ويتعبد مثل ما بده. ما بدنا سوريا بالثمانينات تحت حكم البعث وبيت الأسد، وقت أي حدا إذا بيروح بيصلي بالجامع صار إخوانجي وبيعتقل وبيروح على تدمر وبيختفي. نفس الوقت ما بدنا هدوليك اللي كانوا هيك عم بيصير فيهم يرجعوا ينتقموا من الناس اللي ما دخلها بس لأنه هدول ما بدهم يصلوا، أو من دين تاني، أو من طائفة تانية. مو هي سوريا اللي بدنا إياها. بس بكل الأحوال أنا ما كنت دريان إنه المؤتمر الوطني يبلش اليوم، فكل الحكي اللي حكيته كان بلا طعمة فعليا، ومو كتير بلا طعمة لأنه بدنا ننتبه شو عم نحكي على العالم. حرية التعبير لا تشمل التشهير. بس المؤتمر الوطني بقى، هون الشيء الحلو، ببلش اليوم
بعشاء تعارف بين الأعضاء اللي جايين يشاركوا، مع ملاحظة إنه الدعوات انبعتت خلال الأسبوع اللي مضى. يعني في عالم حتى بسوريا ما قدرت تنزل على الشام لتشارك بالمؤتمر، وكل يلي كانوا برا الغربتلية يلي انبعتت لهم دعوات يعني ما في معهم وقت حتى إنه يحجزوا طيارة وينزلوا. فهي أول شيء بالنسبة للمشاركة، مشاركة إرادة، لأنه ما في تمثيل. القسم الثاني إنه المؤتمر هو فعليا بكرة من 9 ل5، 8 ساعات دوام وبح، وفي غدا بالنص. يعني من 8 ساعات بقي 6 لنعمل مؤتمر حوار وطني لدولة صار لها 60 سنة تحت قيادة الحزب الواحد وعائلة واحدة، ما بين حافر وبثار. يوم واحد، 8 ساعات مؤتمر حوار وطني. دولة خلال ال 13 سنة اللي مضوا ثلث سكانها تهجروا، مليون شهيد، مئات آلاف المغيبين قسريا. يوم واحد، 8 ساعات. شو الفكرة من مؤتمر الحوار الوطني اللي 8 ساعات؟ على مين عم نضحك يعني؟ بدكم تضحكوا علينا ولا عم تضحكوا على حالكم ولا فكروا عم تضحكوا على الغرب انه عملتوا مؤتمر حوار وطني؟ مؤتمر الحوار الوطني اللي راح يكون بكرة فعليا هاد 8 ساعات هاد بمشاركة. مو معروف كيف تم اختيار المشاركين أصلا، على أي أساس. أصلا لجنة التحضير تعينت ما صار لها أسبوعين. أسبوعين لجنة تحضير مع المؤتمر والدعوات وكل شيء. في شخصيات بسوريا ما توجهت للدعوة. هذا المؤتمر بتوقع رح نبله ونشرب ميته. ما بتخيل رح نستفيد شيء من هذا المؤتمر، بس عم نضيع وقتنا فيه هيك. كنا متمنيين تكون القصة أكبر من هيك بالنسبة لكم. آسف إني طولت. تصبحوا على خير. سوريا دولة مواطنة وعدالة ومساواة للجميع. كلنا بدنا عدالة، وكلنا متساويين تحت سقف القانون. ما في حدا فوق القانون، لا مسؤول ولا رئيس ولا أمير جماعة. هي سوريا اللي بدنا إياها. سلام.